عاملين ايه؟ طبعا في اول الكلام كده نصلي على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عملنا جوله في السوبر ماركت. فكان هناك اشترينا الحاجه دي من هناك، فكان الصوت بتاع الموسيقى كان عالي قوي، فطبعا في كلام مش واضح او في اسعار مش واضحه. فاحنا هنا الحاجات اللي جبناها هنرص حاجات في الدولاب فوق، وحاجات هنحطها طبعا في الثلاجه. وهقول لكم بقى على الحاجه لو سعرها كده مش واضح قوي في الكلام في الفيديو، فهوضح لكم هنا. الحاجه اللي نبتدي بيها اللي هو العيش الباجيت. فطبعا العيش الباجيت اللي هو ده زي ما انتم شايفينه كده، احنا طبعا جبناه يعني طعمه خطير وجميل قوي. في المول بيبقى يعني حاجه يعني شكله جميل. بصوا عاملين ازاي؟ ده ممكن تقطعيه زي التوست كده، تقطعيه حتت، هو مش ناشف، هو طري، فتقطعيه زي التوست كده. ممكن ياخدوه معاهم المدارس، بيبقى طعمه جميل جدا. فطعمه فعلا جميل. البنات يعني بيحبوه قوي وبيحبوا يجيبوه، كل ما اروح هناك يعني بيجيبوه. فزي ما انتم شايفين كده شكله جميل. طبعا الحاجات دي بحطها بقطعه واحطها في التلاجة. ده سعره كان عامل 23 جنيه. هو بصراحة يعني سعره فيه يعني عارفة طعمه خطير وجميل، فبصراحة بينفع في البيت. فالحاجات دي يعني ممكن في المدارس والدروس والحاجات دي برضو بتنفع. بعد كده اللي هي صدور الفراخ. فصدور الفراخ دي صدور بانيه، فبصراحة يعني احنا جربناها قبل كده، طعمها جميل وخطير. فالحاجات دي في البيت بصراحة بتبقى حلوة. ولو مستعجلة مثلا هي بتبقى نص مقلية يعني، ما بتغيبش لما بتيجي تقلوها. يعني بتتعمل في دقيقة أو ثواني حتى. بتحمريها عادي زي أي حاجة، وهي عشان أصلا متحمرة يعني قبل كده. فهي نص تحمير، فأنت بتكملي يعني حاجة بسيطة. فأنت طبعا لو جاية تعبانة من شغلك، أو مثلا وراكي مشوار رحتي وجاية مستعجلة، فالحاجات دي بصراحة بتبقى جميلة وخطيرة وما بتغيبش، يعني بتتعمل بسرعة. فده عمل كام ده يا أخوي؟ 65 جنيه. ده ب 65 جنيه. بيعملوا 7 قطع، فالسبع قطع بصراحة حاجة جميلة. وممكن يتحط برضه ما تحمريه كده في سندوتشات، في حاجات بتبقى خطيرة يعني طعمها جميل. فده طبعا هنحطه في التلاجة، في حاجات هنرصها في التلاجة وفي حاجات هنحطها في الدولاب هنا معاكم. فده يتحط من الحاجات اللي هتحط في التلاجة. بعد كده بقى هنجيب اللي هو البطاطس دي برضه يعني حاجة جميلة وطعمها خطير خرافي. جميلة جدا بصراحة. احلى بطاطس يعني. تحفة، طعمها تحفة جميل. فدي برضو لو مستعجلة بصراحة الحاجات دي بتخف 5 يعني. دقايق 5 دقايق بتتعمل. تحمريها في 5 دقايق. بس في الأنواع اللي هي كانت البطاطس العادية اللي هي عادية من غير توابل. دي بقى بالتوابل. طعمها خطير، طعمها جميل وخطير. فبصراحة يعني سعرها فيها حاجة جميلة أوي. دي نص كيلو ب 53 جنيه. نص كيلو ب 53 جنيه. برضو جميل، سعرها جميل. دي برضو هنحطها في التلاجة. لسه بقى الحاجات اللي هنحطها في الدولاب نحطها مع بعض، ودي نوديهم التلاجة. يعني هنحط في الدولاب الحاجات اللي هي ملهاش علاقة بالتلاجة. بس طب شوفي كده خلودة البتاع على البوتاجاز. انا بعمل الغدا دلوقتي ومشغله البوتاجاز عليه وبوريكم الحاجة. فيعني لازم الانسان في اليوم لازم يسرع ويشوف اللي وراه. اوطي النار عليها؟ اوطي النار عليها عشان ما تتحرقش. بعد كده بقى طبعا الالبان ده حاجه ضروري وحاجه لازم. فهنا طبعا اللبن ده لبن جميل برضو، صافية لبن. صافية لبن حليبي قشطة. فبرضو اللبن ده نوعيته جميلة قوي يعني. كنا بنجيب انواع يعني بس ده يعني البنات بيحبوه قوي. فده عامل كام؟ 42 جنيه لتر. 42 جنيه. انت لو رحت جبتي برضو كيلو اللبن برضو مع نفس الاسعار. فهنا الالبان ده كل ده في الثلاجة. البخاخة طبعا دي طبعا هتنضفي بيها الازاز زي كده. زي تحطي فيها جلانس، تحطي فيها اي مادة تلمع الازاز السيراميك، ترش عليها. فبصراحة بتنفعنا قوي. حتى لما بتيجي تاكل مثلا اي حاجة عايزة مية، بتبقى فيها مية. او ممكن لو هتحطي مثلا اي حاجة ترشيها على الشعر كده في حاجة. ساعات الحاجات الفيتامينات والحاجات دي بنعملها تركيبة او خلطة تخليها تشيلها في التلاجة كده وترش منها كل شوية. فاحنا برضو جبنا دي عاملة كام؟ 30. دي ب30 جنيه. فدي برضو من الحاجات الحلوة. بعد كده شوفوا بقى ازازة الزيت بقى اللي احنا جبناها، روعة. جميلة. اكبر ازازة في المول. ايه رأيكم؟ هي بصراحة احنا عندنا الزيت هنا، بس دي اللي هي بترش بخاخة زي بخاخة كده. فدي بترش طبعا على اي وش عايزة تدخليه اي اكلة، مثلا عايزة تحمري الوش بتاعها وتدخليها الفرن، فدي بترش عليها جميلة. الرش بالحاجات الخفيفة، مش مثلا تقلي بيها او تعملي بيها، لا ترش اي حاجة خفيفة. 25 جنيه. ب 25 جنيه. دي برضو يعني برضو زيت جميل قوي.
نوعيه الزيت الكريستال ده جميل. دي بقى اول كيسه معانا كده خلاص. هنشوف بقى الكيسه التانيه. بصراحه المول جميل وخطير، واللي احنا رحنا ده واسع وبنحب قوي نستريح فيه. بتحسوا فيه براحه كده وواسعه انك تنقي كل اللي انت عايزاه مرتاحه، مش زي ما تجيبي الحاجه من بره من الشارع. حاجته جميله بصراحه. يعني ممكن تكون في حاجات غاليه شويه وفي حاجات عاديه، انت بتنقي بقى ايه اللي انت اللي يناسب. اللي يناسب. طبعا المكرونات بقى طبعا لا غنى عنها، انتوا عارفين. بس المكرونه دي بقى حاجه جديده وحاجه جميله قوي. شكلها جديد قوي. مش هتبان بالطريقه في التصوير، صح؟ شايفين دي بتبقى اشكال كده من تحت. هي دي تعتبر ايه بناتي شويه. دي الاشكال دي بتاعت بنات يعني، عشان بيبقى فيها فراشات. فراشات وتبك. فراشات وفيونكات. فشايفين الاشكال اللي جوه الكيسه دي. دي طبعا قلنا يعني خواتم. شكلها حلو قوي. اشكال يعني زي ما انت عايزه، بس خاصه بالبنات شويه. يعني بتفرحهم يعني كده. دي طبعا للولاد. احنا جبنا الشكلين. جبنا الشكلين دول علشان يبقى مختلف. دي كده شكل عربيات. لو عاملين دي، بصي عاملين دي زرقاء للولاد ودي بامبي للبنات. دي كده فيها اشكال عربيات وكور. وفي الكاس بتاع الكوره. رسومات يعني ماشيه مع الولاد. رسومات الثانيه ماشيه مع البنات. الرسومات اللي بره دي، ودي هنا فيها الجوهره والفراشه. في شكل خواتم جوه. بصراحه حلوين قوي فعجبتنا. لما تيجوا بقى تعملوها هتلاقوا الاشكال دي وانتوا بتاكلوها بقى يبقى شكلها حلو قوي. تحطها في الطبق، عارفه هتفرحهم. خصوصا من الاولاد الصغيرين والبنات كده الصغيرين، فهتفرحهم قوي. طبعا المكرونات احنا عاملين بس كتير، لان انا عندي هنا مكرونه. دي كانت عامله اللي هم الاشكال دي 23 ونص. دي 23 ونص، ودي زيها 23 ونص. فبصراحه اشكالها حلوه قوي، خصوصا لما تيجي بقى تاكلوها هتلاقوا الرسومات دي جميله. اشكال تفرح كده، حاجات بتفتح النفس. طبعا المكرونه دي احنا جبنا كيسين بس عشان عندي هنا مكرونه، فجبت 2 بس المكرونه العاديه. دلوقتي بقى يا حبايبي احنا هنبص بقى الحاجات اللي هي في الدولاب. هو في حاجات هنا كده هنحطها في الدولاب، فطبعا هنرتبها. فهنزل بقى هنا طبعا عندي دقيق كده، وعندي مكرونه ثانيه، وفي حاجات يعني تزيين وكده. فاحنا وسكر. فننزل بقى الحاجات دي ونروقها ونرتبها مع بعض. نحط بقى المكرونات كده زي ما انتم شايفين، نرصها مع بعض كده اهو. نحط المكرونه الثانيه. يعني كل المكرونه هتبقى جزء من المكرونه كده مع بعض. ادي المكرونه اهي برده كده. وكمالتها هنحط بقى الدقيق كده زي ما انتم شايفينه. حاجه هناك في المول بصراحه حاجات خطيره. وهنا السكر ماشي. وهنحط بقيه المكرونه كده زي ما انتم شايفين كده. بقيه المكرونه متنسوش يا جماعه تجربوا المكرونه دي، جميله جدا الاشكال. بصراحه جميله، اللي هي الاشكال الخطيره دي. وهنرتب بقى هنا في كركديه وحاجات من دي هنشيلها اهو كده. وادي العدس ممكن نحطه كده. وفي هنا حاجه تانية ادي اللي هون. وهنشيل بقى اللي هو الجيلي. عندنا جيلي برضه هنحطه، ممكن نحطه مع بعض كده زي ما انتم شايفين كده. المهم ترتبوا الخزين، دولاب الخزين تملوه طبعا الحاجات اللي انتوا جايبينها، ترتبوها تروقوها مع بعض. وهنا في بتاع الخلطه دي برضه، ده احنا كنا عرضناها قبل كده، يعني جميل قوي في الاكل. بيدي طعم خطير. ودي الغله البليله طبعا بتعمل بليله، انا كنت قايله عليها قبل كده برضه جميله. فبعد كده هنرتب بقى بقيه الدولاب وهتشوفوا. ممكن نحط الزيت برضه هنا، هندخله كده. شو تاني كان هنا محتاج دول. وصلت انا حبايبي لحد هنا. فطبعا ما تنسوش الاشتراك واللايك، واهم حاجه تصلوا على النبي كده وعليه افضل الصلاه والسلام. خلي ده كل ما بروح السوبر ماركت لازم اجيب ازازه يكون احتياطي. يعني هنا في واحده انا مستعملاها في الدولاب اهي، بس طبعا نجيب واحده زياده. فدي برضه لقيتها يعني جميله قوي. ب 15 جنيه. اسمها ريحانه. 15 جنيه. فالخل ده بيبقى نضيف قوي. يعني انا قبل كده برضه جبت خل اللي هو من بره يعني، فبلاقيه بعد كده لما اجي افتحه بلاقيه بيبقى فيه حاجات شوائب كده، مش عارفين ايه ده، حاجه وحشه جواه. مفيش، برميها، بخاف منها، ما اعرفش. بتلاقي الخل لونه اتغير كده. رواسب كده بيضه بتبقى موجوده في الازازه من تحت كده، تبقى لافه فيها. فبصراحه ما بتبقاش حلوه. بتاع المولات اي مول بتجيبوا منه بيبقى هم مخزنينها بطريقه جميله. بتبقى جميله. شوفي كده مين على التليفون كده. حاضر ثانيه. هو التليفون بيرن بره. شهد خلاص خليك هنا. شهد شوفي التليفون بس ردي عليه. ماشي.
دلوقتي هنكمل ده كده الخلي، فانا برص برده في قلب الدولاب. نحطه في الدولاب برضه فوق زي ما انتم شايفين كده جنب التاني. بعد كده هنشوف بقى ايه الحاجات اللي هي بتترص برده في الدولاب عشان نخلص منها كلها. في بقى العرقسوس ده نجيبه ونعمله. فانا العرقسوس بحبه قوي، فبنجيبه ونعمله على ايدينا، جميل خطير. برضه لو حبيتوا اي حد يعني اوري له بيتعمل ازاي برضه قولوا في التعليقات. عنده ضغط فطبعا يقل منه او يعني تجنبه شويه، فهو بيعلي الضغط شويه فخلي بالكم منه. فاحنا بنحبه بصراحه وجميل، وطبعا فيه فيتامينات وحاجات جميله العرقسوس. الاعشاب الطبيعيه كلها حاجات مفيده وحاجات جميله. فده برضه ايه هنحطه هنا. ماشي. في ايه تاني بيتحط في الدولاب عشان يبقى بالمره؟ كورن فليكس، علب الكورن فليكس يشالوا فوق برضه معايا. علب الكورن فليكس طبعا. كبير صغير بيحب الحاجات دي، جميله. يعني احنا بنعشاها قوي في الصبح كده على الفطار. تبقى حاجه خفيفه لان الواحد قايم الصبح مش قادر ياكل كتير. بصراحه هم حتى وهم صغيرين كانوا على طول بجيبها لهم، وانا كنت باكل معاهم. يعني كبير صغير كله مفيش حد يقول مثلا بتاعت اطفال بتاع كده، لا. حاجه جميله بصراحه. جايبين اللي هو دي الرقائق اللي هي الساده دي. هو ده برضو جميل، احلى الانواع دي. اللي هو بيبقى الساده دي. حتى من الاول خالص كانوا بيعملوا الحاجات دي، كانت الرسمه دي بس. الرسمه بتاعت الفرخه. ما كانش فيه الاشكال اللي طالعه. وجايبين برضو في واحد تاني ده شوكولاته. ده شوكولاته بس اللي هي بتبقى الكور. تبقى شوكولاته بني كده وتحط فيها طبعا اللبن وكده، فهي مغذيه يعني. بتبقى طعمها جميله. في برضو نوع تاني شوكولاته شبه الرقائق اللي هي الساده دي، يعني دي شبه دي بس دي بالشوكولاته ودي ساده. ودي طبعا برضو حاجه جميله. هي انواع يعني انواع انت تنقي بقى اللي انت عايزاه. دي شوكولاته برضو بس اللي هي بتبقى حبوب صغنونه كده. شايفينها؟ ودي برضو كمالتها. احنا جبنا من كل علبه حاجه شكل. يعني تعرفي طعم ده وطعم ده، يعني دوي ده ودوي ده. دي برضو رقائق ساده شبه دي بس نوع مختلف. طبعا في تشكيلات. في تشكيلات ياما، يعني ممكن اللي يروح هناك ينقي اللي هو عايزه. حاجه جميله. دي العلبه منها كام؟ ب10 جنيه. العلبه ب10 جنيه برضه يعتبر مش غاليه. لان احنا بنجيبها اللي هي العلب الصغيره، مش بنحب العلبه الكبيره عشان نشكل نجيب كذا نوع. فسعرها جميل يعني. بصراحه حاجات يعني حاجات تفرق، حتى كبير صغير بيحبها. فهنحطهم بقى هنا مع بعض. هسيبهم دلوقتي وبعد كده ايه يبقى نعدلهم. ممكن نحطهم فوق هنا كده. الحاجات اللي بتتحط في الدولاب قلنا نخلص منها. في الحلويات اللي انتوا جايبينها دي. جايبين مارشميلو. دي مارشميلو. طبعا مارشميلو حاجه جميله وكله بيحبه. الحلويات دي بصراحه الناس كلها بتحبها. جايبين اللي هي دي على شكل الهوت دوج. شايفينها باينه؟ دي كده على شكل الهوت دوج، وفي واحده دي على شكل قلوب كده صغنونه. بصراحه احنا على طول يعني بنحب المارشميلو برضه. دي شكل قلوب. بصراحه الحاجات في السوبر ماركت هناك يعني حاجات تغري، وحاجات يعني لو داخله بتبص قد كده كلها هتروح. بس انت طبعا احنا كنا كاتبين الحاجه اللي ناقصانا زي ما قلنا بورقه وقلم كده، بتكتبي اللي ناقص وبتروحي السوبر ماركت. انا كنت مصورينها في التليفون، بتصوريها وتروحي تشوفي اللي ناقص بتجيبيه عشان ما تجيبيش حاجه زياده. بعد كده جبنا طبعا حاجه لذيذه جميله الناس كلها بتحبها، وطبعا فيها بصي فوائد، مش هقول فوائد عليها، واللي عايزه مثلا نحيفه وعايزه تتملى شويه تاكل منها بكتر منها يعني شويه. هي البطاطا. فالبطاطا طبعا حاجه جميله ومفيده وحاجه يعني حاجه طبيعيه يعني. فبصراحه حاجه جميله احنا بنحبها مشويه زي ما انتم شايفينها كده. بنشويها في الفرن بصراحه بنحبها خطيره. روعه خطيره. فطعمها جميل. فدي كام بقى البطاطا دي اصلا الكيلو بكام؟ البطاطا احنا جايبين بالوزن يعني بتنقي وتجيبي بالوزن. فين البطاطا راحت فين؟ البطاطا ما تجيبيش الحجم اللي هو الكبير قوي، يعني كنت قايله عليها في الفيديو كبير قوي دي ما تستواش يعني. الاحجام اللي هي دي حلوه. وبعدين تنقيها حمراء فيها فوائد اكتر من اللي هي بتبقى بيضه شويه. فدي بصراحه جميله. البطاطا كانت ب15 جنيه ونص. 15 ونص كيلو. حلوه برضه معقوله. بعد كده هنشوف بقى طبعا لا غنى عنها طبعا في طبخنا، وهو البطاطس. لا غنى عنها طبعا في البيت عشان في اي وقت عايزه تحمري بطاطس، عايزه تعملي اكله مع الفراخ، طبعا صينيه بطاطس بالفراخ او باي حاجه. فبصراحه لازم تكون موجوده عندك على طول. فنقيناها. البطاطس هناك جميله وسعرها حلو. البطاطس برضو ما تجيبيش فيها اللي هي الازرق، يعني الحاجات الزرقاء دي بتعمل امراض وحشه. فما تنقيش فيها البطاطس اللي هي الازرق. فالبطاطس اللي هي عاديه بقى تجيبيها كده يعني كلها تكون لون واحد، لون البطاطس العاديه. فبكام الكيلو البطاطس؟ ب15 جنيه. 15 جنيه. حاجات يعني عاديه مش غاليه.
بعد كده اللي هو طبعا جبنا لقينا هناك برتقال. احنا عندنا هنا البرتقال خلاص يعني بيودع خلاص دخلنا الصيف. خلاص هو يعتبر شتوي مش صيف. فلقينا البرتقال فخدنا بقى اللي هو ده بالوزن. البرتقال كان بكام؟ 18 مش كده؟ 18 جنيه. 18 جنيه فحلو برضه مش وحش. الحاجات دي كلها برضه هنحط في حاجات في التلاجة وفي حاجات في التربو بحط فيه بقى طبعا الحاجات البطاطس البصل الحاجات دي. في عندي بقى هنا ايه بعمل شاي. انا يعني بحب الشاي قوي فما بقدرش ما في ده بقى كده كل شويه اخبطني عشان طلع طبعا ما بعمل شاي لا غنى عنه طبعا النعناع. فالنعناع هناك معمول بطريقه جميله قوي. بصي شكله جميل تحسي بوكيه ورد. فبوكيه الورد ده عامل بوكيه النعناع ده عامل كام؟ النعناع كان عامل ثانيه عشان هو بيبيع في الورقه. نعناع ب 18 جنيه. ب 18 جنيه. وبرضه يا حلو انتوا عارفين النعناع مفيد ويعني حاجه جميله وحاجه يعني طبيعيه حاجه حلوه يعني. ف 18 جنيه. اوريهم كده بس ابص على الاكل احسن يتحرق. النعناع جميل قوي واخضر كده تحسي بوكيه ورد في نفسه. بصراحه لما تحطوه كده على النعناع النعناع ايه لما تحطوه على الشاي وفي الاكل بيبقى روعه. احنا بنحطه في ورق العنب وفي الاكل في الخلطه نفسها. بتبقى جميله قوي. طبعا طبق السلطه لا يغنى عنه طبعا. الطماطم خير الحاجات الحلوه دي كلها لكن بحط فيها كابوتشي. ففي نوع بقى الكابوتشي اللي هو الابيض اللي هو اللون ده بصراحه بيبقى فوائده اعلى من اللي هو الابيض ده كمان اللي بيمنع الامراض الخبيثه يعني. فاللون ده فيه مواد بتقضي على الامراض بصراحه حاجه جميله. فده مفيد قوي في طبق السلطه. كمان بنعمل بيه كول سلو بيبقى جميل قوي. كول سلو برده بيبقى جميل قوي في الاكل معاها حلو قوي. 16 جنيه 16 جنيه فبرده حاجه جميله برده دي. الحاجات الطبيعيه طبعا ربنا عملها لنا طبعا شفاء الامراض فالانسان لازم يجيبها وياكل منها. بعد كده بقى دي خلاص هنا. بعد كده بقى نيجي اللي هي ثواني كده في اللي هو الازاز ده. طبعا الثلاجه لا غنى عنها ان انت بتحط فيها الحاجه الساقعه. فالحاجات الساقعه دي اولها احنا طبعا لسه انا كنت قايله في الفيديو المشتريات اللي هو في السوبر ماركت قايله المقاطعه احنا لسه في ماشيين على المقاطعه. اي حاجه مقاطعه ما بنجيبهاش. الحاجه اللي فيها مقاطعه ما بنجيبهاش. بنجيب الحاجات المصري. طبعا الحاجه الساقعه بنحطها في الثلاجه. طبعا لو حد جالك او انت بتشربي او اي حد يعني موجود في البيت اسمها ماكسي. فدي مصري برضو جميله حلوه. بكام دي عامله كام؟ دي كانت فين؟ كانت 30 كان 31 تقريبا. 31 جنيه. 32 هي معاها الفاتوره فبتبص فيها. فدي ب 32 جنيه. طبعا دي هنحطها في الثلاجه. الحاجات اللي بتتحط في الثلاجه طبعا الحاجات اللي هي الجميله دي بقى جبنات. فالجبنات دي برضو خطيره خطيره خطيره. دي بالقشطه مش كده؟ جبنه بالقشطه اللي هو الجبنه المطبوخه دي بتبقى في العلب. جبنه مطبوخه ودي بالقشطه. جميله جدا كلنا بنحبها بالقشطه قوي. فالنوع بالقشطه خطير يعني ده مع العيش الباجيت كده تقطعوا حتت صغيره وتفردوا فيها الجبنه بتبقى جميله زي التوست برضه العيش الباجيت ده فبتحطيه برضه في الجبنات دي جميله. طبعا مدارس دروس البتاع دي فالحاجات دي بتبقى حلوه يعني. فدي عامله كام؟ 60 جنيه. دي ب 60. في بقى اللي زيها اللي هي الصغيره اللي هي دي يعني في نوعيه دي الشيدر. ففي نوعيه دي والنوعيه دي كده زي ما انتم شايفينها. دي في دي وفي دي جميله طعمهم خطير. دي بالقشطه بالشيدر 41. بالشيدر ب 41. اهي دي كده اللي هي جبنه بالقشطه دي ب 60 جنيه. وفي التانية كمان دي جبنه شيدر. طعم الجبنه الشيدر دي كانت ب 41 جنيه. فبصراحه بيبقوا حلوين جدا على الفطار. هو في انواع ياما في حاجات كتير بس احنا دول بنحب الشيدر والقشطه. بصراحه جميله. وكل ده يتحط طبعا في الثلاجه. خليها هنا كده. بعد كده طبعا ممكن بقيه الحاجات اللي بتتحط في الثلاجه. المستردة دي برضو لا غنى عنها. طبعا لو جايبه همبرجر جايبه حاجات من دي بتحطي عليها جميله. وطبعا الكاتشب معاها كاتشب. والثالثه بقى اللي هي مايونيز. فالثلاثه دول لما بتعملي لهم سندوتشات همبرجر المهم بتحطي عليها الحاجات دي. فدي برضو جميله بتتحط في الثلاجه. فالحاجات دي كلها في الثلاجه.
طبعا بقية التلاجة العصاير الحلوة دي فاحنا بنجيبها الصغيرة الصغيرة دي بتبقى جميلة أوي لما نكون نازلين تاخدوها كده تسحبوا من التلاجة وتنزلوا بيها. اما نازلين مثلا فسحة، نازلين رايحين مدرسة، دروس الحاجات دي، فدي برضو كل واحد واحدة كده بتبقى جميلة قوي. بكام دي؟ دي كانت الواحدة بكام؟ ب8 جنيه. ب8 جنيه مش غالية. بس التفاح الأخضر ب18 جنيه. يعني دي ب8 ودي ب18 جنيه، يمكن عشان التفاح بقى أغلى شوية. معرفش. مع إنهم كانوا هناك كاتبين 8. مش عارفة، وفي حاجات بصراحة كاتبين عليها أسعار وتروح تحاسبي عليها تلاقي سعر تاني. تلاقي سعر تاني. مش عارفة. ودي برضو دي كانت ب8 دي. دي ب8. الليمون والبرتقال. طبعا المية الساقعة برضو الدرس، رايحين المدرسة، رايحين مشوار. الأزايز الصغيرة دي بتبقى حلوة. يعني الصغيرة دي بتبقى جميلة قوي ليهم، فكل واحد بياخد واحدة كده من التلاجة جميلة. دي كانت الواحدة ب5 جنيه وفي ب5.5. دي ودي كده ب5.5 أو 5.5 اللي هي مغطى لبني ومغطى أبيض دول ب5. حلوة برضه، انتوا رايحين أي مشوار بتبقى سهلة. دي بتبقى أخف وخفيفة، التانية بتبقى تقيلة أوي. العصاير بقى اللي هي دي طبعا نفس الحكاية. برضه نازلين مستعجلين بتاع، كل واحد بياخد واحدة وهو نازل بدل ما يشتري ويقف يشتري من بره وكده، فدي سهلة برضه. بكام؟ دي فين؟ ب5.5 برضه. ب5.5. الواحد. الواحد ب5.5 برضه، حاجة حلوة، أسعاره مش غالية. نيجي بقى طبعا الحاجة الجميلة دي اسمه عيش التورتيلا. عيش التورتيلا ده يعني سهل وجميل وبسيط، معمول بالقمح، يعني فيتامينات عالية شوية ومفيد قوي للجسم. طبعا الرجيم والحاجات دي القمح بيبقى مفيد ليهم. وغير كده اللي عنده انيميا برضو القمح ده مفيد جدا. فبيتعمل برضو في الطاسه وكده، وبيتعمل اي حاجه انت عايزه تحطيها جواه. اي حاجه عايزه تحطيها جواه بتتحط. ده عامل 60 جنيه. ده ب60 جنيه بس جميل قوي. طبعا العيش ده مفيد جدا وحلو قوي لانه بالقمح. دول 5 رغيفه ب60 جنيه. فالحاجات دي كلها حاجات يعني جميله ومفيده وحلوه. طبعا ممكن نخلي العيد، نخلي لهم حاجات لو كده، يعني كل ما تقدري تنزلي تروحي السوبر ماركت خزيني حاجات للعيد وحاجات ليكي، يعني ممكن ياخدوا جزء او كده اللي مالوش لازمه دلوقتي نخليه للعيد ونخزن. حبه على حبه على حبه. تيجي ساعه العيد هتلاقي كل حاجه عندك في الثلاجه. وكده بقى لما وصلنا لاخر الفيديو شفتوا معانا مشتريات اللي هو الشهر ومشتريات العيد الاضحى. وطبعا حاجات احنا خزنا مع بعض، حاجات في الدولاب فوق اللي هي مش محتاجه ثلاجه، وفي حاجات تانية لسه حاطاها بقى في الثلاجه وفي الفريزر.